عرب. أهم أحداث شهر يوليو، شهر 7، وأهم الأحداث والتحذيرات والبشارات اللي أنت ممكن تحتاجها أو تحبها أو عايز تعرف عنها أي معلومة يا عقرب. خلينا نشوف الأول. أول حاجة ظهرت لي معاك الطاقة العاطفية. في تغيرات في الطاقة العاطفية، وفي إلى حد ما كده نوبة غيرة، توتر، شك في الطاقة العاطفية. وفي كمان جرح جديد بيتفتح أو أنت نفسك تفتحه، أو في حاجة أنت عايز تعملها. جرح جديد بالفعل محتاج انه يتفتح، ومحتاج انك تتكلم فيه وتعبر عن نفسك للشريك، بس انت شايف ان الوقت غير مناسب. وكمان انا بشوف هنا ان الوقت ممكن يكون مش مناسب الفترة دي. اول يوليو ممكن تستنى شوية، بقية الشهر ممكن تستنى بعد اول اسبوع من يوليو. فعلا. وعندك بداية مالية مادية جميلة، طاقة المال طلعت معانا. بداية جميلة ليك يا عقرب. وشايفة كمان ان عندك، عارفين اللي هو بيتفتح لك باب جديد، باب لحاجة جواك، إمكانية جواك أو مهارة جواك أو حاجة هي في شخصيتك أصلا من وانت صغير أو من صغرك، أو الناس مثلا بتقولك عليها، أو حاجة اتعلمتها أو حاجة فيك بتفتح لك أبواب من الثراء والمال، أو أبواب شغل جديد، نقلة جديدة، حركة جديدة، حاجة حلوة جديدة يا عقرب. طيب خلينا نكمل بقية القراءة. بشوف برضو ان طلع على طاقة المال بالفعل، يعني طاقة المال طلعت لك مرتين انها فيها تغيرات للأفضل، في احساس جديد بطاقة المال، وفي انفتاحات جديدة بطاقة المال يا عقرب. استغلها الشهر ده واسمع حدسك، لانك انت اتغيرت حتى في شغلك. انت في تغيرات حتى في شغلك، مش في العلاقة بس يا برج العقرب. بشوف ان في تعديلات وفرحة كبيرة في حياة برج العقرب أو مواليد برج العقرب. في فرحة، احتفال، فرح، يعني حاجة مناسبة أو حاجة بتحصل في بيتك مع حياتك أو أهلك يا عقرب، بتفرحك وبتطور نفسيتك وبتهديك بتدعمك. كمان بشوف إن عندك مسؤوليات جديدة، ولكن المسؤولية الجديدة يا عقرب بتكون انت شايلها وانت مبسوط، وانت مش متضايق، وانت مش عندك مشكلة. اوكي، خلينا نشوف بقية الطاقات عايزة تقول لنا ايه. الطاقة هنا بتقول لنا مشاعر قديمة، مشاعر فيها قلق وخوف، وحاسس يعني احساس قديم بانك عايز تخرج من المشاعر دي. خلاص انا بشوف ان في شهر يوليو بتقدر تتغلب على المشاعر دي، وكمان بتقدر تتخلص من أمور قديمة، وبتحسم علاقات قديمة، وبتحسم مخاوف قديمة يا عقرب. وكمان يعني انتوا عارفين ان هيحصل معاك حاجات تخرج ده منك، يعني اختلافات مع الشريك، اختلافات مع الأصدقاء، أو بعض الخلافات، علشان تخرج ده وتحسم العلاقات، وكل شخص تبقى عارف مين يفضل في حياتك ومين هتتخلى عنه أو هتستغنى عن العلاقة دي. يعني خروج علاقات سامة من حياتك يا عقرب باختصار. خلينا نشوف بقية الطاقات ليك يا عقرب عايزة تقول لنا ايه. للناس اللي مش عندها ارتباط أو بتستنى علاقة، في حب جديد ونبتة جديدة، إعجاب من شخص، مكالمة من شخص، يعني شخص ممكن يكون كان يعرفك من الماضي أو حد جديد، ولكن الشخص ده عنده بعض المخاوف، وانت كمان عندك مخاوف. يعني انت عندك مخاوف وهو عنده مخاوف. يعني أنا بشوف ان انت تشيل المخاوف دي من قلبك يا عقرب، لأن هي خلاص ممكن تكون ما بقتش تخدمك دلوقتي. تشافي، قرار وانعزال للناس اللي عندها مشاكل نفسية كبيرة، بالقرار بالانعزال وخروج من دايرة الألم تدريجيا تدريجيا. طيب بتدور على حد يكون شبهك، لأنك أنت عايز حد تتكلم معاه أو تقرب منه يكون شبهك، محتاج احتضان لمشاعرك، محتاج تاخد قرارك وبتبعد عن الناس. وبرضه للبعض منكم بيقعد في عزلة الفترة دي، وبيجيله أحاسيس مختلفة، وتقلبات في المشاعر، تقلبات في المزاج، نوبات غيرة، نوبات زعل على الماضي. ولكن دي لفترات معينة يا عقرب، وهتخرج منها إن شاء الله على أحداث جديدة. كمان بشوف إن عندي نهاية مرحلة وبداية مرحلة تانية للعقرب، فيها ظهور وتطور، وفيها
انت بتلاقي نفسك والناس حواليك بتشوفك الفترة دي يا عقرب. خلينا ناخد اخر حاجة، رسالة عاطفية واخر حاجة في العلاقة. عالج مشاكلك العائلية. حياتك العاطفية محتاجة انها تخلص مشاكلك العائلية مع الآخرين ومع من حولك. ده هيساعدك كتير جدا ان انت تتخلص من مشاكلك العاطفية. وفي قلنا للناس اللي في جواز للناس الشهر ده، الخطوبة أو جواز أو ترسيم علاقات. دي كانت قراءة سريعة ليكم، وشكرا ليك يا مولود العقرب، وسلام.